كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه مسلم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جايلكم النهاردة فيديو جديد، يوم كله نشاط وحركة، وإن شاء الله الفيديو يعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة بتشوفني أنا رانيا ودي قناتي، ياريت تشتركوا في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لكل الفيديوهات اللي أنا بعملها أول بأول، وتبقى أخت من أخواتنا. ولو انت مشتركة عندي، عايزة أقولك وجودك عندي فوق راسي ومشرفاني ومنوراني. ولما نبدأ الفيديو نقول بسم الله. مبدئيا كده انا قمت الصبح، كنت قبلها بيوم بره، فصراحة يعني طول اليوم كنت بره وجيت نمت، وزي ما انتم شايفين كده المطبخ على بعضه. يعني الولاد بقى كانوا داخل المطبخ يعملوا نفسهم حاجات، وما شاء الله يعني لو عايزين كوباية شاي هيقلبوا المطبخ كله. المهم الصبح برضو اول ما صحيت كده، كان في واحد معدي يعني تحت البيت بيبيع الطماطم والبصل. ده ما كانش عندي الصراحة غير شوية بصل صغيرين من خزين السنة، لان انا يعني بجيب خزين السنة كله على بعضه. كنت قربت اخلص، فجبت دول كيلو ب8 جنيه. دول 5 كيلو ب40 جنيه. والطماطم دي كانت ب5 جنيه، جبت برضو ب20 جنيه عشان اصلصها، لان الصراحة كل الصلصة اللي عندي في الفريزر خلصت، كان عندي قديم. وبدأت بقى ان انا اطلعها كلها، ما كنتش راضية ان انا اصلص خالص غير لما اخلص القديم كله اللي عندي. لان ايه يعني الفتره اللي فاتت دي كلها كانت الطماطم بتطلع وبتنزل، وانا كان عندي صلصه في الفريزر، فما كنتش برضه ان انا اطلعها. يعني كنت خفت الطماطم ترجع تاني ترفع لحد 30 جنيه، كانت وصلت 30 و40 جنيه. بصراحة كنت خايفة، يعني كان عندي شوية صلصة في الفريزر، فقلت ايه، لا ده كنز انا عينهم بقى. المهم بقيت بقى اشتري ايه ب20 جنيه مثلا، ليا 4 كيلو اطبخ منها. لو غلت مثلا وبقت كيلو ونص او ب10، برضو كنت بشتري وبطبخ واسيب اللي في الفريزر. المهم دلوقتي بقى ايه، طماطم طبعا الزرعة الجديدة خلص. الزرعة الجديدة، اسفة، الزرعة الجديدة دلوقتي بتاع الشتا بقى بتبقى حلوة مسكرة. وطبعا بقى عشان خزين رمضان، فقلت لا لازم ايه، افضي الفريزر ما يبقاش عندي صلصة قديمة خالص، واعمل بقى من جديد عشان رمضان يعني والشتا وكده. نعمل من صلصة رمضان، من صلصة الشتا. مش عارفة، أنا مش مجمعة النهاردة، سامحوني عشان لسه صاحية من النوم. يعني احنا دلوقتي الفجر، يعني دوب صليت وقلت امنتج لكم، فسامحوني بقى على ايه لخبطه وكده. المهم بقالي فترة بقى ما بشتريش غير السلطة بس. طماطم جامدة يعني كيلو او 2 كيلو يفضل في الفريزر في الدرج وكده. وقلت بقى اخلص اللي في الفريزر. المهم طلعت بقى كل في الفريزر، طبخت منه، ودلوقتي خلاص بقى ايه، ما عادش تقريبا غير علبة تقريبا في الفريزر. فقلت بقى ايه ان انا ابدا اتسلى بقى، اجيب مثلا 4 كيلو ب4 كيلو واعملهم، عشان برضو ايه ما اعملش مره واحده والموضوع يبقى تقيل عليا. يعني ما اروحش اجيب مثلا قفص والموضوع يبقى تقيل عليا. لكن طبعا اللي انتوا عايزينه، يعني انت عايزه تجيب قفص، عايزه تجيب 2 براحتك. إيه يعني عايزه تصلص مره واحده براحتك. انا برضو عشان ما عنديش ديب فريزر، فبرضو ما بحبش اكركب الدنيا على نفسي. إيه انا كمان مربيه فراخ زي ما انتوا عارفين، والفراخ دي طبعا قربت تتذبح، فلازم بيكون عندي مكان في الفريزر. ما ينفعش برضو راح اجيب قفص واملى الفريزر صلصه وبعدين اجي اذبح الفراخ ومعرفش احطها فين. ربنا يوسع عليا وعليكم ان شاء الله، ونجيب ديب فريزر والدنيا تظبط كده معانا ان شاء الله. المهم ايه، قلت بقى ايه، اجيب 4 كيلو ب4 كيلو دول. انا دلوقتي هعملهم صلصه للطبيخ يعني. الطماطم يعني هعملها صلصة للطبيخ، بصفيها وبظبطها يعني. وان شاء الله برضو لازم عندي حاجة اساسية ان انا اعمل صلصة للمحشي. بس بعملها بقى بطريقة مختلفة، غير ان انا غير اللي انا بعملها للاكل يعني للطبيخ وكده. فان شاء الله يعني ان شاء الله لما اجي اعمل هعملها معاكم كده. المهم بقى دخلت على المواعين، قلت اغسلها كده ايه الاول يعني، وارتبها قبل ما اعمل اي حاجه في الشقه، لان بصراحه المطبخ مكركب قوي، وانا اهم حاجه عندي المطبخ يبقى نضيف. عشان ايه، يجيلي نفسي بقى اقف فيه واعمل اطبخ واشوف هعمل ايه وكده. بعمله قبل الشقه، لان بصراحه الشقه من يوم
من يوم ما عملتها التنظيفة العميقة وانا محافظة عليها دايما اول باول، كل يوم بشفطها بالمكنسة وبرفع السجاد. يعني زي ما انت شفتوا معايا قبل كده في فيديوهات، انا كنت لما باجي اعمل الصالة بالمكنسة، كنت حاطة الاول سجادة واحدة كده في النص، كنت بلمها مثلا نصها واعمل تحتها بالمكنسة وافردها، والم النص التاني واعمل تحته بالمكنسة. الحركة دي بتخلي دايما تحت السجاد نظيف، ما بتخليش عندي خالص السجاد يلم تراب. بعملها اول باول يعني، كل يومين تلاتة كده ارفع السجادة واعمل تحتها. انا دلوقتي طبعا مغطية الصالة كلها مفيش حتة مش متغطية. فبرضو بعمل نفس الحركة، يعني مثلا السجادتين برفع واحدة بواحدة واشفط اللي تحتها. الموضوع سهل خالص على فكرة، مش صعب خالص. اصعب يعني اسهل من ان انا اسيبها مثلا فترة يتكون تحتها تراب، واجي مثلا ارفعها الاقي تحتها تراب كتير، فمش هينفع ان انا اشيله بالمكنسة. هيبقى لازم ان انا اشيلها واحطها بره تتهوى واكنس تحتها وامسح ومش عارف ايه عشان مكان التراب الكتير ومش عارف ايه. لكن لو انت عملت الحركة دي اول باول دايما هيبقى عندك المكان نضيف، يعني شوية تراب صغيرين لما تشفطيهم هتحس ان الدنيا لا معاكي تمام. وكل بقى فترة مثلا في الشتاء انا برضو بشيل السجاد، بس الصراحة دي بتبقى حوالي كل شهر. لما الاقي الدنيا كده حلوة والشمس طالعة والجو جميل، بشيل السجاد كله وبمسح تحته وبسيب ايه الشقة برضو تتهوى كده، وبعدين ارجعه تاني. لو الدنيا شتاء قوي ومفيش يوم شمس ومش عارف ايه، لا بأجلها طبعا، بأجلها لحد ما يبقى يوم حلو. مش هاجي في يوم شاتي واعمل الموضوع ده. تمام. لكن لما تكون يوم حلو كده ومشمس بعمل الموضوع ده، فالشقة دايما بتبقى نظيفة. بصراحة برضو بحس في الشتاء ان دايما إن الشقة بتبقى نظيفة غير الصيف خالص، يعني رغم ان الولاد بيبقوا قاعدين ما بينزلوش وكده. يعني في الشتاء محدش بينزل، يعني الولاد في الشتاء قاعدين دايما في البيت، فطبيعي ان الولاد بيهرسوا المكان ويلعبوا كده. بس الصراحة الشتاء بحس ان مفيش تراب بيدخل الشقة، وطالما مفيش تراب انت لو ورقة او اي حاجة او مشيتي المكنسة او المقشة على الشقة كده هتلاقيها بتلمع وزي الفل. لكن الصيف ببقى لسه كنسة وهي ساعة الاقي كل التراب دخل تاني. الله المستعان. فزي ما بقولك كده، انت دايما ايدك في الشقة، وهتلاقي الدنيا عندك نظيفة وهتلاقي نفسك مرتاحة اول باول. فالله المستعان. انا كنت خلصت كده المواعين وقلت بقى اطبخ، ادخل على البوتاجاز برضو قبل ما اطبخ كده، علشان كان متبهدل خالص. كان الولاد بقى بيعملوا فشار ومش عارف ايه، وبيقعدوا بقى يوقعوا عليه حاجات. فالمهم قلت المعه تلميع خفيف، بس والله انا عايزه اعمل له بقى تنظيفه عميقه. ما عملتلوش من زمان التنظيفه العميقه، اللي هو بمسكه بقى اصبله من بره وجوه والجنوب واشده كده واعمل وراه وكده. بس انا مستنيه اعمله عشان هعمل الشباك، لان الصراحة الشباك متبهدل والشفاط كمان متبهدل. بس انا اليومين دول عندي شوية كده يعني ايه ظروف، يعني ما يعني بخرج كتير، وغير كمان انا بروح اعمل جلسات وكده. فبصراحة الدنيا مش مظبطة ونفسيا مش مستعد، فاهمني. فقلت في يوم كده اكون خلاص بقى مفيش ورايا حاجة، ويكون يوم هادي ورايق كده، ويكون عندي اكل بايت واتوكل على الله بقى واعمله. اطلع اجيب الشفاط اعمله، لان الصراحه الشفاط يعني فظيع. مش قادره اوريهولكوا. آه، اطلع اجيب الشفاط واعمل البوتاجاز، واعمل اللهم صل على النبي الشباك. برضو انا جايبه والله العظيم مذيب الدهون، جايبه ازازتين اللي هما بيبقوا مع بعض ده، اللي هو تقريبا باور. والله ما عارفه اسمه باور ولا اسمه ايه، بس هو تقريبا باور. اللي هو العبوتين مع بعض كان عليهم عرض فجبتهم. فالمهم قلت بقى هينفعوني، يعني اطلع اعمل الشفاط والشباك بتاع المطبخ انضفه، لاني صراحه عايزه ادهنه واعمل له ادهنه ابيض واعمل له سلك ضيق، لان السلك الضيق اللي عليه كان اتقطع وانا شلته. وقلت بقى ايه هعمله، وسبته كده من غير سلك، وعليه سلك من اللي هو اللي بره. كنا عاملين سلك من بره، يعني كان جوزي عاملهولي علشان ما يدخليش حشرات، فاهميني. لاني كنت دايما بالليل وانا واقفه في المطبخ الاقي في فيران معديه من على الشباك من بره، فكنت بخاف انها تاكل السلك الخفيف وتدخل. فهو عمل لي سلك من اللي هو
الحديد اعملهولي من بره. فقلت بقى احنا في الصيف مش مشكلة اسيب الشباك كده دلوقتي، و... وعلى الشتاء ابقى احط سلك ضيق. تمام. فعايزة بقى ايه قبل ما اعمل سلك ضيق وكده، عايزة امسك الشباك ده انضفه تنظيفه حلوة وادهنه ابيض، لان اللي عليه يعني ادهنه كده بقى ما عادش كويس. ادهنه دهنة كويسة، وادهن برضو كذا حاجة في المطبخ برضو، لان انا كان عندي مطبخ خشب، وكنت القطعة اللي تحت شلتها يعني وعملت رخام، والقطعة اللي فوق كان لونها بني فدهنتها ابيض. فاهمني؟ القطع اللي فوق عندي قطعتين دهنتهم ابيض، بس القطعة الكبيرة من جوه ما كنتش دهنتها. فانا عايزة دلوقتي ادهنها ابيض، لان بصراحة انا عايزة ادهنها ابيض من جوه، يعني مش حابة ان هي تبقى اللون الخشبي من جوه ده. فاهمني؟ فقلت بقى ايه ان شاء الله يعني واحده واحده على رمضان كده، لان ان شاء الله باذن الله يبقى في تجديدات في المطبخ. انا دلوقتي يعني ايه بدات ان انا اجيب حاجه حاجه عشان ما يبقاش الموضوع صعب عليا. بدات ان انا اجيب حاجه حاجه بقى في تجديدات المطبخ. فاهمني؟ اجيب كل ما يبقى معايا مبلغ او اكثر مبلغ كده على جنب، او احوش مبلغ يعني اروح اشتري بيه حاجه، بحيث ان انا لما اجي اجدد المطبخ على رمضان يبقى عندي حاجتي، ما اروحش ازنق نفسي على رمضان واجيب حاجات. فاهمني؟ لان دخلت رمضان برضو بيبقى في حاجات رمضان بتبقي. بص، هو كل حاجة بتبقى هي الصراحة. الأكل بيبقى أقل كمان ما احنا بناكل، لأن في ناس بتخزن أكل كتير قوي. لا، هو الأكل بيبقى أقل ما احنا بناكل. وبتعملي بس حسابك لو في عزومات هي دي اللي بتتكلف، فانت لو تعملي عزومات بتجيبي حاجتها زيادة. فاهمني؟ لكن الاكل والله بيبقى اقل. بيبقى مثلا انت لما بتكون صايمه وبتيجي تاكلي انت خلاص على الفطار بتشربي كوبايه عصير كبيره. لو عامله مثلا خشاف بتاكلي الطبق خلاص، يعني بتيجي تاكلي بعد كده معدتك يدوب معلقتين وبتشبعي. انا واحده من الناس ما اعرفش اكل غير الاول لما اشرب كوبايه العصير واكل طبق السلطه يعني. السلطه دي اهم حاجه عندي. اجي بقى افطر ادوب معلقتين وبروح قايمه الاقي بطني وجعتني خلاص. ولازم برضو بعد ما اخلص اشرب كوبايه عصير تاني، فلازم يبقى في مكان للعصير. فاهمني؟ فبيبقى كميه الاكل اللي بعملها قليله اساسا. صحيح اللي بناكله بناكل بقى حلويات، حاجات تسالي بعد الاكل، دي اهم عندنا من الفطار. فاهمني؟ الله المستعان. احنا صحيح بنزود ايه، بنزود بقى المادة الدهنية، لو زيت سمنة زبدة الحاجات دي بتزوديها طبعا في رمضان، لانها بتبقى بتستعملي كتير. إيه كمان الله المستعان برضو بتزودي السكر عشان الحلويات وعشان العصير. الحاجتين دول هما اللي بنجيبهم بزيادة وبنبقى مستعدين ليهم، اذا كان المادة الدهنية او السكر. تمام، عشان العصير وكده. فقلت لا بقى ايه، انا احوشهم واحده واحده عشان اجي على رمضان كده نجيب مثلا، بجيب مثلا سكر كميه يعني، اجيب زيت، اجيب بهارات. برضو البهارات دي بنحتاجها برضو في رمضان، فلازم اكون مستعده. اللهم صل على النبي. الاكل برضو يعني زي ما قلت لكم بيبقى كمية قليلة. بنجهز بس برضو الفاكهة بنخزنها بزيادة شوية عشان العصاير. رغم ان رمضان بيجي في الشتاء بقى، وبسم الله ما شاء الله بيكون موجود البرتقال، وبيكون موجود الفراولة، وبيكون موجود الجوافة. وانا احسن عصير بحبه بحب الجوافة قوي قوي والفراولة. يعني في رمضان بحب قوي الجوافة والفراولة. فاهمني؟ ما بحبش العصير اللي هي بتبقى العصير البودرة والحاجات دي، لا. يعني انا لو جبت في نص رمضان كده كذا مرة بجيب اللي هو التمر، عشان بصراحة انا بحبه وابني الصغير بيحبه جدا، فبيبقى عايزه كل يوم. فاهمني؟ فانا لا، بحب اجيب عصير طبيعية، وفي نفس الوقت بجيب له يعني بعد يوم كده بجيب له من اللي هو التمر ده، عشان ايه؟ خاطر ان هو بيحبه يعني كده. اللي هو التمر الجاهز، مش الطبيعي اللي احنا بنجيبه ونعمله، لا اللي هو بيتباع كده بره. يعني هو بيحب كده يروح يجيب كده كيس يشربه كده. فاهمني؟ المهم الله المستعان. بس برضو ببقى عاملة حسابي ان انا عاملة عصير طبيعي، بحيث ان هو يشرب من ده ويشرب من ده. لان انا عندي ولادي الاتنين طبعا بيصوموا، انا ولادي مش اطفال صغيرين يعني، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. انا عندي 11 سنة، يعني ماشي في ال11 سنة خلاص، يعتبر 10 ونص اهو.
وبرضو واحد 14 وشوية. فطبعا بيصوموا الاتنين. فبكون محضرة طبعا بقى عصير وكده، بنشرب قبل الاكل برضو بعد الفطار بقى، اللي بيعوز بياخده كده، فلازم نعمل حسابنا في السكر يعني وكده. المهم انا دلوقتي عملت شطبت المطبخ خالص بقى. وقبل ما اطبخ بقى قلت ايه، اروح اروق الصاله، لان بصراحه الشقه كانت متبهدله قوي وانا كنت جايه تعبانه وما قدرتش، فدخلت نمت وقلت اعملها الصبح. فقلت بقى اعمل قبل ما اعمل الغدا او اي حاجه، انا دلوقتي هعمل الشقه عشان تبقى نضيفه كده، واقعد براحتي بقى في المطبخ اعمل اللي انا عايزاه، فاهمني. مسكت الركنه برضو كده كانت متبهدله، فمسكتها برضو كده بالمكنسه. انا كنت غسلاها معاكم في التنظيفه العميقه، كنت شايله الفرشه دي كلها وغسلاها ومشفطه الركن نفسها بالمكنسه، فاللهم بارك يعني ما فيش فيها تراب. بس بقى من الولاد يعني وكده، مكان مثلا ما بياكلوا بيبقوا منزلين فتافيت عليها. مكان ما بيقعدوا بصراحه ولادي بيقعدوا يعني ايه، ما بيقعدوش هادين زي زي الولاد كده، يقعدوا يتنططوا، يقعدوا يضربوا في بعض، يهزروا مع بعض، مش يضربوا في بعض يعني بيتخانقوا، لا، هزروا في بعض ومش عارف ايه، هزروا مع بعض. فدايما تلاقوهم الركنه بتاعتي متبهدله، الشيلة دي بتبقى دايما متبهدله ولازم ان انا اقلبها، لانهم من كتر التنطيط عليها وكده الفرشه بتاعتها بتكون لفت، فاهمني. فانا لازم الف الشلته بتاع الركن عشان تظبط، فاهمني. المهم وظبطت الدنيا كده وخلاص تمام، والحمد لله، الله المستعان. كده تمام، الدنيا بقت تمام اهي. وخلاص بقى، وكان في اليوم ده انا خلصت الاكل بقى كده، كنت مولعه عليه قبل ما اطلع يعني. وخلاص كده بقى ايه، الدنيا بقت تمام، هنتغدى بقى والله المستعان برضو. هنعيد اللي عملناه تاني في المطبخ، نرجع نشطب المطبخ وكده. خلاص بقى طبعا اتغدينا وشطبت المطبخ تاني، وكنت بقى خلاص هنا خدت دش وغيرت هدومي اهو. وكنا داخلين على بالليل كده، كنا بقينا المغرب. قلت بقى ايه، انقع شويه بالليل عشان اعملهم بالليل كده الولاد ياكلوهم، لان ولادي ما بياكلوش ما بيشربوش اللبن على هيئته خالص، يعني استحاله ولادي يشربوا لبن. فانا بعمله لهم بالليل رز بلبن، مكرونه بلبن، الحاجات دي فاهمني. فلازم ادخلهم في اي حاجه عشان يعني يستفادوا باللبن وكده. وبس، الله المستعان. ده كان فيديو النهارده. لو وصلت معايا لهنا والفيديو عجبك، ما تنسناش بلايك تشجيعا منك ليا، وكنت قمر زيك. ولو لسه ما اشتركتيش بقى، انزلي اشتركي دلوقتي حالا عشان تتابعيني وتبقي اختي من اخواتي. وده كان فيديو النهارده يا جماعه، اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.